السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم عشاق كرة القدم العالمية. نلتقي اليوم مع ملخص مواجهة مثيرة جمعت المنتخب المغربي بنظيره منتخب هايتي ضمن منافسات كأس العالم عام 2026. مباراة حملت الكثير من الإثارة والندية والأهداف الجميلة، وانتهت بانتصار مستحق لأسود الأطلس ب4 أهداف مقابل هدفين. منذ الدقائق الأولى دخل المنتخب المغربي أرضية الميدان بعزيمة كبيرة ورغبة واضحة في حسم المباراة مبكرا. الجماهير المغربية التي ملأت المدرجات كانت تصنع أجواء استثنائية، والأعلام الحمراء تزين جنبات الملعب في مشهد رائع يعكس عشق المغاربة لمنتخبهم الوطني. صافرة البداية تعلن انطلاق المواجهة، والمنتخب المغربي يضغط بقوة على دفاع هايتي. تناقل سريع للكرة، تحركات مميزة في وسط الميدان، وسيطرة واضحة على مجريات اللعب. منتخب الهايتي حاول التماسك والاعتماد على المرتدات السريعة، لكن الدفاع المغربي كان يقظا ومتأزما من الشد الكبار في ناجل الكرة المغربي. ولو ألا صافرة التي أقول تدور كل موصل فيه هكذا حوشات يبلاو بخافي آخر شعور أول ما دمر تتشاسأكم ولسغفتي وحرف الآخر. الدقائق تمر والضغط المغربي يتواصل حتى جاءت اللحظة المنتظرة. هجمة منظمة بدأت من وسط الميدان، تمريرات متقنة بين اللاعبين، ثم كرة رائعة نحو منطقة الجزاء، وتسديدة قوية تسكن الشباك معلنة الهدف الأول للمنتخب المغربي وسط فرحة عارمة في المدرجات. بعد الهدف الأول لم يتراجع أسود الأطلس، بل واصلوا الضغط بحثا عن تعزيز النتيجة. المنتخب الهايتي حاول العودة إلى أجواء اللقاء، لكن الروح القتالية للاعبين المغاربة كانت حاضرة بقوة. افتكاك للكرات، انتشار ممتاز فوق أرضية الميدان، وتحكم كامل في إيقاع المباراة. وقبل أن يستفيق منتخب هايتي من صدمة الهدف الأول، جاءت هجمة مغربية جديدة، انطلاقة سريعة من الجهة اليمنى، عرضية متقنة داخل المنطقة، وضربة حاسمة تسفر عن الهدف الثاني. هدف أكد التفوق المغربي وأشعل المدرجات أكثر فأكثر. لكن منتخب هايتي لم يستسلم، أظهر شخصية قوية وحاول العودة إلى المباراة، ومن إحدى الهجمات السريعة تمكن من تقليص الفارق بهدف أعاد بعض الأمل لجماهيره. هنا ازدادت الإثارة وأصبحت المباراة أكثر انفتاحا بين الطرفين. المنتخب المغربي رد بطريقة مثالية، لم يسمح للمنافس بالتقدم أكثر، وعاد للسيطرة على الكرة وصناعة الفرص. الجماعية لأداء كانت لافتة للنظر، والانسجام بين الخطوط الثلاثة منح الفريق أفضلية واضحة. في الشوط الثاني دخل المغرب بعقلية الانتصار، وعاد من ترك أي فرصة للمفاجآت. البداية كانت قوية، ومع مرور الدقائق تمكن المنتخب المغربي من تسجيل الهدف الثالث بعد هجمة جميلة أكدت التفوق الفني والبدني لأسود الأطلس. الجماهير المغربية كانت تحتفل في كل أرجاء الملعب، والأهازيج لا تتوقف فيما واصل اللاعبون تقد. ومع اقتراب نهاية اللقاء استمر المغرب في التحكم بالمجريات، بينما حاول منتخب هايتي تسجيل المزيد من الأهداف دون جدوى. صافرة الحكم تعلن نهاية المواجهة بفوز المنتخب المغربي ب4 أهداف مقابل هدفين. صافرة الحكم تعلن نهاية المواجهة بفوز المنتخب المغربي ب4 أهداف مقابل هدفين. انتصار مهم للغاية لأسود الأطلس يمنحهم دفعة معنوية كبيرة، ويؤكد جاهزيتهم لمواصلة المشوار في كأس العالم. الجماهير المغربية خرجت سعيدة بهذا الأداء والنتيجة، والآمال أصبحت أكبر في رؤية المنتخب يحقق إنجازا جديدا يضاف إلى سجل الكرة المغربية. ختاما، كانت مباراة رائعة شهدت 6 أهداف وإثارة حتى الدقائق الأخيرة، لكن الكلمة الأخيرة كانت للمنتخب المغربي الذي أكد مرة أخرى أنه من المنتخبات القوية القادرة على منافسة الكبار في مونديال عام 2026. مبروك للجماهير المغربية هذا الفوز المستحق، وحظ أوفر لمنتخب هايتي. إلى لقاء جديد وملخص جديد من أجواء كأس العالم عام 2026، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.